عبد الرحمن من الرياض، تفضلي. عندي 4 أسئلة. الأول قبل 28 عام أصوم رمضان وأصلي من دون غسول من الجنابة. طيب تفضل يا شيخ. كيف؟ تقول قبل سنوات يمكن 28 عام تقول أني كنت أصوم وأصلي دون غسل من الجنابة. وهي متزوجة؟ كنت متزوجة يا أم عبد الرحمن؟ تقول إيه؟ طيب السبب يعني ما تجهلون حكم الغسل؟ أنت جاهلة بالحكم يا أم عبد الرحمن؟ والله أكيد إني جاهلة، ما أعتبره ما أعرف شيء يعني. تقول ما أعرف شيء. وأصوم وأنا كم يوم؟ كم يوم يا أم عبد الرحمن؟ شهر كامل رمضان، ما أدري، ما أعقد، ما أدري يعني غسول من الجنابة ما أقصد، ما أدري صمت رمضان وأنا ما أدري وش علي. الصوم صحيح، الحمد لله. لكن يبقى عليك الصلوات اللي صليتيها بلا غسل. هذه تعلمين أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكن عليك التوبة إلى الله والندم والاستغفار والإكثار من نوافل العبادة لعل الله أن يغفر به ما مضى. السؤال الثاني. أنا ما سمعت الشيخ وش يقول. أقول عليك بالتوبة إلى الله والاستغفار. سمعتي؟ الشيخ يقول لك عليك بالتوبة والاستغفار وعدم الرجوع إلى مثل هذه الأمور وعدم العودة إليها. نعم. وبالنسبة للصلاة والصيام يا شيخ؟ الصيام صحيح. نعم. لا، الصيام صحيح ما يقضى. الصيام ما يقضى. والصلاة يعفى عنها ما يقضى. نعم. والصلاة يعفى عنها لطول وقتها وأنها غير متيقنة فتتوب إلى الله واستغفره. نعم، أهم شيء عليك التوبة. طيب السؤال الثاني يا أم عبد الرحمن. السؤال الثاني، مع طلوع الشمس ما طلعت حصل إجماع، وش علي بعد؟ متى ذا برمضان ولا؟ في رمضان. مع طلوع الشمس؟ ما بعد طلعت للتظهر. يعني بعد صلاة الفجر. المقصود ما دام وقت الفجر قد طلع فالجماع فيه محرم ويجب قضاء اليوم والكفارة عن كل يوم صيام شهر متتابعين. السؤال الثالث. وش علي شيء؟ ها؟ وش علي طيب؟ تقول وش علي يا شيخ؟ عليها أن تقضي ذلك اليوم وأن تصوم الكفارة شهرين متتابعين. واضح. مع التوبة إلى الله. واضح يا عبد الرحمن؟ أنا ما أحيي من الشيخ ولا جاب. يقول عليك أن تقضي هذا اليوم وتصومي شهرين متتابعين. إيه؟ الثالث. والثالث المجامع في الدورة. ها؟ المجامع في الدورة. الجماع في الدورة يا شيخ. علي. هو أصل الجماع أثناء محرم. طيب. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون هذا طهر. فإذا كفرتوا في الحيض أنت لا شيء عليك لأنك غير مطالب بالصيام، إنما الشأن في حق الزوج الذي جامع هو الذي عليه كفارة، أما أنت لا شيء عليك. طيب السؤال الرابع والأخير. وش يقول عن هذا؟ أنا ما في الشيخ، ما في ترى، ما في. ما أسمعك يا شيخ. أقول الجماع في الحيض محرم ولا يوجب. نعم، يقول محرم الجماع محرم في الحيض محرم ولا يجب قضاء عليك. نعم. طيب. عليها شيء؟ ما عليها شيء. لا ما عليك. أنت ما عليك. لا ما عليها شيء. ما عليك شيء. السؤال الرابع. زوجته في الدبر وش عليها؟ طيب شكرا لاتصالاتك. هذا عمل قبيح ملعون فاعله، لا يجوز للمرأة أن ترضى بذلك ولا الرجل. لعن الله من تمرت بدبره، هذا حرام، أمر محرم شرعا، نسأل الله العافية. نعم، بارك الله فيكم.